الاكله دي كل ما بعملها لازم حد من الجيران ينزل يتخانق معايا، بالذات لما بحط شويه الدقه اللي في الاخر دول حدوته. اول حاجه في الهونه نفرم 5 6 فصوص توم، بعد كده في بوله نحط فيها شويه خل وملح وكزبره ناشفه وشويه كمون ورشه بابريكا ورشه من الفلفل الاسود اختياري، ونجيب التوم المفروم ونقلب. عندي 3 4 ليمونات هنبدا نقطعهم ونعصرهم ونعمل ميكس رايق من اللي قلبك يحبه. هنجيب نص كيلو كبده بلدي متقطعه اسكندراني او شرايح او عصافير زي ما تحبوا، كده كده اكلتك ودلعها. هنحطها في بوله ونحط عليها نص الكميه من الدقه اللي احنا عملناها ونقلب تقليبه حلوه ونسيبها ربع ساعه في الثلاجه. وطاسه على النار فيها شويه زيت، واول ما الزيت يبدا يسخن ننزل بالكبده وما نقلبش خالص، واحده واحده وعلى الهادي زبادي، ونبدا نقطع شويه فلفل حامي. انا بشوف ان الفلفل الحامي اساسي في الاكله دي يا جماعه الصراحه. ولما الكبده تدخل في مرحله التسويه هنبدا ننزل بالفلفل الحامي وننزل بشويه الدقه اللي سبناهم على جنب. والله حدوته مدلعه. وهات الفينو بتاعك او العيش البلدي والطحينه والطماطم وعصره الليمون وكل وادعي لي. وانا شايف ان هي سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها. اعمل سيف للحلقه دي عشان في دلع جاي الفتره اللي جايه. اتاكد انك عامل لي فول على الانستجرام. سلام.